جسمها كامل، يعني من راسها لين ريولها. إيه هو هذا الذي أنا أقصده، الأولى ألا تعلق الصور لذوات الأرواح. انزين عفوا، بعد استفسار ثالث، في حد من المشايخ الموجود على قناة دبي مرة كان قل افتاء عن سيدنا عن مثلا بطريقة معاوية بن سفيان، وكان يرى مثلا بطريقة مش حلوة لائقة يعني كشيخ كحق مطوع. نعم لا ينبغي طبعا. يعني أنا بخصص عنه الدكتور أحمد الكبيسي. بارك الله فيكم. معاوية رضي الله تعالى عنه له فضله وجلالة قدره، وهو خال المؤمنين، وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه من المجاهدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة بعد ذلك منذ أن دخل في الإسلام، وكان له رضي الله تعالى عنه جهاد مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروب الردة، في قتال المرتدين، في قتال مسيلمة الكذاب وغيره. وأيضا كان معاوية رضي الله تعالى عنه على علاقة وطيدة حسنة مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على حسن علاقته أن سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. ولو كان معاوية ليس صالحا للخلافة أو ليس صالحا أن يكون أميرا للمؤمنين لما جاز للصحابي الجليل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن أن يتنازل له عن الخلافة. لكن الحسن رضي الله تعالى عنه لما رأى من معاوية العقل والعدل والقدرة على سياسة الناس، ورأى محبة الناس له، ورأى أفضاله عليهم، أراد أن يجتمع المسلمون تحت خليفة واحد، فتنازل عن الخلافة لمعاوية. ولو كان معاوية رجلا سيئا لما جاز للحسن أن يضيع الأمة بتنازله للخلافة لرجل يعني غير مناسب. وإلا فالحسن رضي الله تعالى عنه في حكمته وعقله وجلالة قدره تنازل لمعاوية حرصا على جمع كلمة المسلمين تحت رجل مناسب، فكان هذا هو معاوية. ومعاوية رضي الله تعالى عنه لم ينسى الفضل للحسن رضي الله تعالى عنه في ذلك، وكان محسنا إلى آل البيت عموما، عارفا لهم حقهم، حافظا لهم قدرهم. فرضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. والله سبحانه وتعالى يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهم كما كانوا رحماء بينهم وقلوب بعضهم على بعض صافية، كذلك ينبغي علينا نحن أن تكون قلوبنا كذلك، وأن نمسك ألسنتنا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.